السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه ماجده كوكي اللي تطبخ الحلويات. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما بأتم الصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم السفه المدفونه باللحم. كان سبق لي وشاركت معكم السفه المدفونه بالكفته ديال الدجاج، حتى هي كتجي خطيره وبنينه بزاف. اليوم غادي نشاركها معكم باللحم، سواء اللحم الغلمي او البقري، هي تكون غير الهبره، ما يكونش فيها العظيمات. ندوزو على بركه الله المقادير. البنات عندي هنايا واحد 6 ديال الحبات نتاع البصله اللي قطعتهم رقاق باش في ساعه تنزل لي وتعسل. واحد ربيطه ديال المعدنوس، ماشي غير المعدنوس بحدو، ماشي القزبر. عندي هنايا واحد الكيلو ديال الهبره ديال اللحم، هانتوما قطعتها هكا مربعات باش دغيا كيدخل لها الطياب. عندي هنايا المشماش، قطعته هكا مربعات صغار. ساشيه ديال الفاني. بالنسبه هذه البنات، هذه عندي غير طماطم معصره، كانت خليت واحد شويه من الوصفه اللي كانت سبق لي وحطيتها لكم ديال الطاجين ديال البصله مع المطيشه معسله، كيجي حتى هو واعر في التزيين. بالنسبه للعطور عندي سكينجبير، الملحه، زعفران شعره، مسكه حره، ضامه ديال السمن، خرقوم، البزار، الزبده، حيت هذا ما غاديش نطيبوه بزيت الزيتون اولا مخلطه، غادي نديرو غير بزيت المائده والزبده، غتكون نوعيه زوينه باش يجي الطبق ديالكم بنين. عندي القرفه غبره، القرفه عواد، وماء الزهر. صافي البنات، هادو هما المقادير وندوزو دابا للطريقه. اول حاجه غادي نديرها البنات، انا دايره هنايا واحد 4 كاس نتاع زيت المائده ولا دايز واحد شويه. غادي ندير اللحم، وغادي ندير العطريه، غادي ندير البزار. دائما كنقول لكم انا البزار ما كنكثرش بزاف على راس المعلقه الكبيره. الخرقوم غادي ندير معلقه ديال الخرقوم. مسكه حره والقرفه غبره ما غاديش نديرها دابا. غادي ندير الضامه ديال السمن، زعفران شعره. غادي ندير هاد اللحم يتشحر شي شويه، يتقلى مزيان باش كيطلق ديك العصاره ديالو، وعاد نضيف له المقادير الاخرين. غادي ندير سكينجبير. البنات هاد الطبق كيبغي السفه، راه تقريبا هاد القوام ديال السفه المدفونه بحال الطبق ديال اللحم بالبرقوق. هذاك الشيء كتكون كميه ديال سكينجبير. درت 2 معلقات. الملحه حسب الذوق. غادي ندير واحد الكميه ومن بعد نصحح الذوق ديالي. وغادي ندير واحد العويدات ديال القرفه. صافي غادي ندير غير هاد 3 العويدات ديال القرفه، حيت غادي عاد نزيد القرفه غبره. صافي البنات، غادي ندوز نشحر هادو مزيان ونتلاقاو بعد قليل باش نكملوا الطريقه. غادي ندوزو دابا البنات للتعسيل ديال المشماش. هاد التعسيله البنات كنديرها يعني هي المعتمده عندي، سواء في المشماش اولا البرقوق، كتجي زوينه وبنينه. عندي هنايا واحد 250 غرام اولا 300 غرام ديال المشماش، كما قلت لكم قطعته هكا كبير حيت من غادي يتعسل غادي ينزل شي شويه. عندي معلقه كبيره بومبي ديال الزبده على حسب واحد 50 غرام تاع الزبده. عندي هنا البنات ساشيه، راني حطيتها هنايا ساشيه ديال الفاني. عندي هنايا قبيصه الملحه باش كيخرج لنا الذوق ديال المشماش في هذه الحلاوه هذه. عندي عويدات ديال القرفه، انا ما كنديرش القرفه غبره، سواء في يا في البرقوق يا في المشماش، سورتو في المشماش، لان المشماش البنات باش تخليو له اللون ديالو هكا طبيعي في هذا اللون البرتقالي، ديروا القرفه عواد، ما ديروش الغبره. الا درتي القرفه عواد اللون ديالو كيجي غامق بزاف. عندي هنايا السكر حسب الذوق، انا بحال هنايا دايره واحد نص كاس ديال العنبه ف 300 غرام ديال المشماش باش كيعطيني تعسيله زوينه. شنو غادي نزيد دابا؟ غادي نزيد 2 معلقات ديال ماء الزهر. هاد ماء الزهر البنات كيعطي واحد اللذه رائعه في التعسل ديال المشماش اولا ديال البرقوق. انا هاد الوصفه هذه كتعطاتني واحد الطباخه وبقيت وجربتها وعجبتني، ما كنبدلهاش دابا. بالنسبه للماء راني دايره واحد غير على حسب ما كاملش نص كاس ديال الماء ديال العنبه، هو اللي غادي يطيب فيه هذا المشماش. في الاول غادي نديرو على نار مهيله ونخليه يتعسل على خاطرو حتى كيتعسل وتلبن هذه المرقه، هذه التعسيله ديال هذا المشماش، ونطفي عليه. صافي دابا غادي ندوز نحط هذا فوق النار ونتلاقاو بعد قليل. البنات من بعد ما قليت مزيان اللحم، هانتوما يعني غير في الزويته ديالو
اللي درتها فيه. ها نتوما دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير هاد البصيله كلها، وضروري البنات البصله تكون رقيقه باش دغيا طيب وتعسل. ودائما البصله على حسب الكميه ديال اللحم اللي غادي ديري. الا درتي فايت كيلو ضروري خاصك تزيدي البصله، لان هاد المريقه هذه هي اللي غادي بحال هي اللي غادي تفزق لك السفه. حيت غادي نشارك معكم السفه هذا غادي نديرو بالسفه الرقيقه الشعريه ماشي تاع الطعام. صافي غادي نخلط مزيان هاد البصله مع اللحم. وماذا بكم دائما البنات كنقول لكم بحال هاد الاكلات هكا الوصفات خاصهم ضروري تكون المقيله اللي طيبي فيها اولا الطنجيه تكون ثقيله باش ما كتحرقش، والتعسيره نتاع البصله يعني تعسل على خاطرها. صافي غادي نحرك مزيان. غادي ندير هاد المعدنوس معاها. صافي وغادي نديرها فوق النار ونخليها في الاول مجهده. اون فوا البصله تبدا تغلي وتبدا تطلق الماء ديالها غادي نقص لها ونخليها طيب على خاطرها. بالنسبه للقرفه غبره والمسكه حره والزبده ما غاديش نديرهم دابا، هادو غادي يكونوا حتى للتالي باش كنعسل هاد المريقه هادي. صافي البنات ونتلاقاو بعد قليل. البنات من بعد ما طابت البصيله هانتوما يعني دابا ولات واقفه في الزويته ديالها، ما تخليش نهائيا فيها قطره ديال الماء. هانتوما دابا شنو غادي ندير؟ عزلت داك المعدنوس حيدته. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد الحبيبات ديال المسكه على حسب واحد 6 ولا 8 الحبات. صافي حتى المسكه البنات حره، سيرتو الا كانت نوعيه ممتازه كتعطي واحد التعليكه. غادي ندير شويه د القرفه، ما غاديش نكثر باش ما كنكحلش هاد البصيله. ندير غير راس المعلقه الكبيره حيت راه ديجا سبق ودرت يعني القرفه عواد. وغادي ناخذ واحد شويه من هاد المشماش اللي عسلته. هانتوما البنات كيجا يعني كيجي معلك هانتوما وكيعطي واحد اللذه رائعه. نسيت البنات ما قلت لكمش راني درت هنايا منين رميت البصله والبصله درت 40 غرام ولا 50 غرام ديال الزبده. صافي غادي نزيد واحد شويه ديال المشماش هنا باش كيزيد يعطيني الحلاوه لهاد البصيله هذه. كتجي ما بين الطبه ديال الملح حلو. غادي ندير غير واحد صافي نزيد واحد شويه صافي. وهذا غادي نخليه باش نزين. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم نرجعها فوق النار. دابا ما غاديش نغطي على هاد الطاجين هذا او المقيله باش تزيد غير تعسل شويه ونطفي عليها ونتلاقاو بعد قليل. ندوزو البنات التفار ديال الشعريه. انا بالنسبه لي هنايا انا دايره كيلو ديال الشعريه رقيقه اللي تكون نوعيه زوينه باش ما كتعجنش. درت فيها هنايا نص كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. غادي ندير فيها الملحه باش تدخلها يعني تدخلها البنه، حيت كاين اللي كيفور التفوره الاولى والثانيه الثالثه عادي يدير فيها الملحه. انا كندير الملحه مدقه الاولى باش الملحه كتدخل في الشعريه وكتجي بنينه. صافي غادي نبسسها مزيان في هذا الزيت. البرمه راني درتها تسخن. كتعجبني البنات يعني نفور السفاف هكا في البانيو يعني باش نخدم في خاطري، سيرتو ملي كتكون عندي هكا كميه كثيره. مع عندي الكسعه غير صغيره كتطيح لي في الجنان، اللهم كندير هكا في البانيو. صافي غادي نبسسها مزيان بهذه الطريقه حتى كيدخلها الزيت مزيان حبه حبه كلها تلبس بالزيت. وغير بلاتي باش ما تقردوش الحبات نتاع الشعريه. صافي دابا ندير القدره كتسخن حتى كتفور، عاد ندير التفوره الاولى ونتلاقاو بعد قليل. البنات من بعد ما فرت الفوره الاولى الصفه تاع الشعريه قسمتها البنات على 2 قسمات. غادي نفور غير بنص كيلو. صافي شنو غادي ندير؟ غادي ندير لها الماء. كل واحد البنات كيفور الصفه. انا كتعجبني هذه الطريقه ما كتغلبنيش يعني في التفوار وما كتعجنش، لان سيرتو المبتدئات حيت كاينه واحد الطريقه ديال الماء طايب تكبي عليها كنديرها حتى انايا، ولكن هذه هي السهله فيهم. صافي غادي نزيد الكاس الزاوج. غادي نخليها واحد شويه في هذا الماء
تتبرد مزيان وتشرب شي شويه هذا الماء، ونتلاقاو باش نكملوا الطريقه. البنات دابا غادي نفور الشعريه التفوره الثانيه، غادي نحاول نهز غير من الفوق، ما نهزش داك الماء اللي كيبقى لتحت. شفتوا كاع ديك لاميدون ديال هاد الشعريه كتبقى لتحت في الماء، هذاك الشيء ما كنكبهاش فوقها، كنهز غير هكا نصفي. صافي غادي نجمع هادشي كله. اللي قلت لكم ما نديروش، هانتوما شوفوا بيض كاع لاميدون كتنزل لتحت. نرجع عاوتاني تفور التفوره الثانيه ونتلاقاو بعدا قليل. البنات من بعد ما فورت التفوره الثانيه هانتوما كتبقى حبه حبه. هانتوما صافي غادي نزيد لها. دابا في الاول درت 2 كيسان ديال الماء، ودابا غادي نبدا نقص. دابا غادي ندير غير واحد ونزيد واحد الربيع اولا كاع نص. صافي دابا غادي نحاول نحلها غير بلاتي. هانتوما راه كتحل بسهوله. صافي دابا في التفوره الثانيه هذاك الماء ما غاديش تبقى تخليه، هادي كله غادي تبدا تشربو حيت طابت. صافي غادي نحلها مزيان ونخليها عاوتاني تشرب هذا الماء واحد 15 دقيقه، عاد نرجعها تفور. البنات هذه اخر تفوره، التفوره الرابعه. درت لها 4 ديال التفورات، ما بغيتش نطول لكم الفيديو، يعني راهم غير نفس التفورات. مع كل تفوره كنقص الماء. الاولى درت فيها 2، الثانيه تقريبا نقولي درت فيها واحد الكاس ونص، الثالثه درت فيها كاس ونص، الرابعه درت فيها غير كاس. هانتوما ودقت الملحه، جاتني شويه ناقصه الملحه، في اخر تفوره زدت الملحه. صافي دابا درت لها على حسب في كيلو ديال الشعريه ندير لها واحد 60 غرام ديال الزبده، حيت ديجا راها مبسبسه مزيان في الزيت. درت لها غير واحد 60 غرام ديال الزبده حتى 80 غرام. صافي غادي نخليها تذوب فيها مزيان ونخليها واحد شويه تدفى، وعاد نقدمها في صحن التقديم. بالنسبه للحمراه طايب، المشمش كذلك صافي تعسل. صافي كلشي المقادير واجدين، ونتلاقاو في صحن التقديم. البنات هذا هو الطبق ديالنا تاع اليوم. بالنسبه للتزيين دائما كنقول لكم تزيين اختياري، انا كنزينو بهذه الطريقه وانتم زينوا بالطريقه اللي بغيتو. بالنسبه للطبقات درت طبقه ديال السفه، طبقه ديال اللحم بالبسطه معسله، وليت عاوتاني درت واحد الطبقه يعني طبقه غير صغيره ديال عاوتاني السفه، زدت ما تبقى ديال اللحم مع التعسيله ديال البصله، زينت بالطماطم المعسله. هذه راه عندي في واحد فيديو اخر دابا نحط لكم الرابط ديالو. درت زبادي السمان زينتو هكا بورق الذهب غير باش كنهرس اللوينات، وكيعطي واحد الطبق واحد الجماليه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ولا عجبتكم ما تنساونيش بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش بلايك. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.